السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة فاطمة الوجدية. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في افضل الاحوال. ربي كيف قلت لكم احتراما للخدمه ديالو، لان يعني راه رئيس دوله هذاك يعني ماشي ايا كان، فما نبغيش الصوره تنتشر يعني في السوشيال ميديا وكذا. السلام عليكم، كي دايرين؟ صافا، اش اخباركم؟ توحشناكم. وشاريه راح كنشري الهنا ديالي شي حاجه اللي عندها يعني علاقه بالماديات وغتجي على حساب راحه بالي ولا هذا، والله العظيم حتى كنتخلى عليها، يعني بحال ما كتسوى حتى حاجه، والناس عارفين هذا الشيء. فتشوفوني حتى في الميساجات اللي فاش كنت حطيت لكم سكرينات الميساجات، كيف قلت لكم فاش كنت حطيت لكم سكرينات بيني وبين راجلي، يعني فاش كان كيتقدى لي الدهاز ديال العرس، يعني حتى فاش شفت يعني الثمن ديال الخاتم، لان تقريبا راه الثمن ديالو 10 المليون، 100,000 درهم اللي هي 36,000 درهم و 36,100 درهم اماراتيه. الا حولتو غتلقاو شي 96,000 درهم اللي تقريبا 10 المليون. فانا يعني ما بغيتش، يعني شنو غيزيدني هذا الخاتم ب 10 المليون؟ ما غيزيدني حتى حاجه. فقلت ليه جيب لي غير خاتم ذهب، يعني ماشي بالضروره الماس ولا، وحتى الطقم ديال الالماس راه شفتوه، والطقم ديال الذهب هو اللي بغى يشري ليا، ماشي انا اللي طلبت ولا انا اللي شرطت عليه. هو راه يشوف هاد السطوريات وغيشد على هادشي. كيف قلت لكم الذهب ولا الالماس ولا هذا كيبقى شي حاجه اللي هي زائله. راه الانسان الدنيا والزمن هذا ما كتعرفش شنو كيوقع. راه سبحان اللي كيبيتها فشان وكيصبحها فشان. ياما ناس كانوا عندهم فلوس، ياما عيالات تزوجوا على الطمع، مثلا بواحد هي كاع ما باغا وتزوجات بيه على الطمع حيت عنده اموال، ويدير ليها الديور ويدير ليها الذهب ويدير ليها، ولكن واحد النهار هذاك الراجل كيطيح ما كيبقى عنده حتى حاجه. فالمراه كتقدر تاخذ هذاك الشيء كامل وتبيعه. فالواحد ما يمشيش مع الماديات ولا يمشي يقلب على لا، شوفوا الراجل اللي غادي اول حاجه الاخلاق، اللي غيصونك، اللي غيخفيك الله، اللي غيتقي فيك الله. لان الزواج راه ماشي الالماس ولا الذهب، هذاك الشيء راه دايز. شوفي اللي غادي يحترمك في غيبتك، اللي غيصونك، اللي ما غيخونكش، اللي شخصيته يعني غتحسي معاه راسك انت امراه وهو راجل. فانا الحمد لله يعني ما خصني رجل، ما خصني عين، ما خصني الحمد لله ما خصني والو، باش انني يعني غير باش نمشيو مع العقليه ديال هذوك الناس اللي كيقولوا شراط الراجل وهذا. ما خصنيش الحمد لله حتى حاجه باش انني نضطر انني نشري راجل، وانما الراجل صيفطوا لي الله من عنده. انا ما كنتش عواله وانتم عارفين، وكنتوا عايشين معايا وشفتوني فاش مشيت لدبي. مشيت انا وصاحبتي، مشينا باش ندورو نبدلو الجو، وسبحان الله ربي كان موجد ليا هذاك الشخص اللي كنت انا غادي اللي ربي مكتب لي نكمل معاه حياتي، واللي بصح توأم الروح. يعني باش تلقاو توأم الروح راه كاينين الناس، ياما ناس عاشوا في الحياه وهما كيقلبوا على توأم الروح وما لقاوش، ياما ناس ماتوا وهما كيقلبوا، ياما ناس مزوجين ولكن مازال ما تلاقاوش توأم الروح. فأنا الحمد لله وأعوذ بالله مما قلت أنا. ربي يمكن عارف، يعني شايف الخير اللي كندير مع الناس، وشايف الداخل ديالي وطيبتي، ما كنحسد، ما كنحقد، ما فيمكن ربي داكشي علاش جازاني ولقيت الشخص المناسب، ولقيت يعني كل الصفات اللي كنت كنتمنى واللي كتمنى اي امراه في اي راجل. والحمد لله يعني هو بغى يكبر بيا، ماشي انا اللي قلت ليه جيب لي الالماس ولا دير ليا ولا جيب لي بقره ولا دير ليا. هذاك الشيء هو اللي بغى، ومازال هو كان باغي يدير اكثر، انا اللي حبستو لانه ما كاينلاش، فهمتوا؟ مازال عطيطي، ومازال نتوما ان شاء الله راه غتعيشوا معايا فاش غادي نمشي لداري ان شاء الله في الامارات، فاش غنستقر وغتشوفوا كلشي على عينيكم. وهذوك الناس اللي كيهضروا الله يسمح ليهم. انا حذفت الصوره ديال راجلي احتراما لخصوصيته، كيف قلت لكم احتراما للخدمه ديالو، لان يعني راه رئيس دوله هذاك، يعني ماشي ايا كان، فما نبغيش الصوره تنتشر يعني في السوشيال ميديا وكذا. ولكن هذا غير يعني كان رد بسيط، هذاك الشيء رد بسيط. الناس طبعا كنهضر على الناس اللي شافوا ستوري اللي كنت حطيت قبل شي ساعتين وتحدث تقريبا في 2 دقائق.
حيت انا ما كنتش يعني كنت كاتباها ناويه نحطها، ولكن كنت كنتسنى راجل باش يكونفيرمي ليا. لقيتها باش عاودت دخلت لقيتها تلاحت بجوج دقائق، مسحتها لقيت ديجا شاله في واحد شافها. ف كنتمنى الناس اللي داروا كابتشر، لان لقيت شي وحدين داروا لها كابتشر وطاقوني فيها، كنتمنى انه يحذفوها، يعني احتراما لخصوصيه راجلي. و مهم نتوما خليكم معنا ان شاء الله. دابا نعميو لهم العينين نزيدو نعميو لهم العينين. شوفوا والله ما كندير مجهود، والله العظيم ربي فاش كيبغي ينصر شي واحد من العباد ديالو راه كينصرو. الحمد لله، ان الله يعلم ما في صدوركم، ربي عارف شنو كاين في قلبنا، وكل واحد كيجازيه ربي على اللي في قلبه. و اي واحد بغى يوصل خلي غير ثقتك في الله كبيره، وخلي ايمانك في الله قوي. وعلى فكره انا صوبت واحد الفيديو كنعاود فيه على واحد الفتره في حياتي دازت، اللي فريمون قاسيت فيها. ان شاء الله غادي تتحط السيمانه الجايه في قناتنا في اليوتيوب، تفرجوا فيه لانه غادي يحفز بزاف ديال الناس، وغادي باش تعرفوا هاد الانسان اللي قدامكم راه ما جيتش وصلت وما جيتش ربي عطاني، ولا راه تكرفاست ديال بصح. لو كانت الحياه الانسان كتصور في الشريط وكنت نعرض عليكم هذيك القساوه وداكشي اللي دزت فيه، صراحه غتعطوني شابوبا. المهم على اين انا عمرني كنعتبر راسي كما قلت لكم، عمرني كنعتبر راسي صافي وصلت، ولا مازال باقي عندي بزاف الحوايج باقي نحققهم، مازال ان شاء الله. وسورتو دابا كاع الحمد لله، يعني عاودوا تحلوا بحال يلاه خلقيت من جديد في الدنيا، عاد يلاه باغي نعيش كثر، يلاه باغي نحقق بزاف الحوايج. فالانسان ما خصوش يفشل، وماشي اي واحد كيمر من شي فتره صعيبه ولا بظروف اولا الوقت ما مساعداش صافي يبيس لبغا. نو، خاصكم تجاهدوا نفسكم وتجاهدوا الوقت وتقاتلوا. واهم حاجه الاخوان الصلاه والدعاء، وخصوصا صلاه الفجر. ربي كيستجيب الدعاء. اي حاجه راه شوفوا، راه واخا تكونوا اينشتاين، واخا يكون عندكم العقل ديال اينشتاين، واخا تكونوا كطيروا، واخا راه الا ما وفقكش الله راه ما عندك ما دير. فالنيه تكون صافيه وتكون خالصه الله، والصلاه والدعاء، وربي ما غادي يخيبكمش. كتقطعوا ستوريات والكلام كثير، وانا ما كرهتش نبقى نهضر معكم هكا في ستوريات، لانه يعني صراحه عندي بزاف ما نقول لكم وعندي بزاف ما نعاود لكم، ولكن الوقت لا يسمح. ومهم كل مره نلوح لكم الميطات انا انسانه ما كنبغيش نعطي كلشي في دقه، شويه بشويه، باش نتوما يعني تبقاو دائما مشتاقين ليا ومشتاقين لكلامي ومشتاقين. راه نتوما كتشوفوا راه قليل جدا فاش كنهضر في هذا. وتا سبحان الله، حتى الشهره والله العظيم نبغي نوصل يعني شي شهره اللي هي اكبر من هذه. راه ما صعيبش الحمد لله. انا في المغرب يعني كنشوف اني عندي شهره تبارك الله ما شاء الله، فيما مشيت كنلقى الناس كيعرفونا، ولكن حنا ما ملهوفينش على داكشي، ما ملهوفينش. راه لو بغيت نتشهر راه عطا الله باش نتشهر. حتى خواتاتي راه غتلاحظوا اقسم بالله ما كيحطوا حتى ستوريات، ما كيحطوش في حساباتهم، لان حنا سبحان الله هادشي ما دايرينوش في قلوبنا، يعني لا الشهره لا الفلوس لا الديور، لا والله العظيم ما معمرينش قلوبنا بهادشي. تخيلوا خواتاتي تبارك الله، يعني هاد القناعه فينا كاملين. عمرني عقلت على نهيله ولا عيشوش يجيو يقولوا لي عطينا ولا نيفر. وشتو حتى السوشيال ميديا يعني هما مسوقين كاع يتشهروا ولا ما يتشهروش، راه حساباتهم ما كيحطوا فيهم والو. انا يمكن كنحط لان عندي بيزنس، عندي برودكتس، مي باش زعما نتقاتل خصني نتشهر شي شهره اكثر من هذه، ولا رغم اني عندي الحمد لله كل كاع لي موين باش انني نتشهر، نبقى نصور حتى انايا، ونصور السيارات ونصور الديور ونصور هذا، ونبقى انا غير في اللايف ستايل، ما نمشي كاع بالبرودكت ولا اللايف ستايل حتى انا كما كيديروا الناس اللي على هذا. ولكن لا، انا بغيت راحه البال، يكفي اني عندي واحد القاعده جمهوريه